النهارده الحلقة التاسعة من سلسلة افهم كورة لحازم وعبد القادر. هنتكلم عن الكاونتر بريس، ان انت ازاي تعمل حسابك انك تدافع وانت بتهاجم، وازاي ردة فعلك اول 5 ثواني بعد ما تفقد الكورة، لان هي دي اللي بتحدد هويتك وشخصيتك في الملعب. يلا بينا. في فرق بين الضغط العكسي الكونتر بريس وبين الضغط العالي الهاي بريس. الهاي بريس الضغط العالي هو ضغط منظم لحظة بناء اللعب من تحت، اما الضغط العكسي فهو نتيجة فوضى بعد فقدان الكورة، فبيحصل لحظة الفوضى، واللي بيستغل الفوضى دي هو اللي بيكسب، لان انت لحظة فقدان الكورة فخطوط الخصم بتتفك، فبيبقى الخصم فاتح خطوطه. بس لو الخصم عامل حسابه انه هيدافع لحظة هجومه، فهنا هو الاخطر. ولو انت ما اديتوش الفرصة او الخصم ما كانش عامل حسابه انه يدافع لحظة هجومه، فانت الاخطر. فيا صديقي، اخطر فرقة مش هي اللي بتستحوذ، ولكن هي اللي بتهاجمك بعد ما بتضيع الكورة. فدي اللحظة الذهبية. يلا بينا. يلا بينا نطبق عملي. وهنا ماتش اليونايتد وارسنال، وان اليونايتد طبقت الكونتر بريس كما قال الكتاب. بص هنا، هنا اليونايتد معاه الكورة زي ما انت شايف. في structural stability، في بص هتلاقي في تنظيم دفاعي ثابت دلوقتي. هو الكرة قدام، عايزين يهاجموا. لو تفتكر حلقة الريست ديفense، اللي انت معاك الكرة عامل حساب انك لو فقدتها قدام ايه اللي ممكن يحصل من ارتداد الفريق اللي قصادك، فتبقى واقف صح. يلا بص هنا، مضيقين عاملين حاجة اسمها الكومبريس، مضيقين وخانقين المساحات على ارسنال. بص هنا الكرة تمام، اتقطعت اهي. هنا خدتها ارسنال تمام. بص هنا الثلاث لعيبه من عناصر الكونتر بريس، عشان ينجح لازم اول 3 لعيبه او اقرب 3 لعيبه من الكوره هم اللي يضغطوا، مش كل الفريق. ليه؟ لان ال3 لعيبه القريبين للكوره هم اللي قادرين يقفلوا زوايا التمرير اللي هتتسبب في التمريره النظيفه، زي ما بتقولوا الكلير باس اللي هيطلع لحظه ما الخصم ياخد منك الكوره. اكيد هروح لاعب باص يضربك، فال3 لازم يضغطوا صح بحيث يقفلوا زاويه التمرير عليه، وان الكوره ما تعديش ال5 ثواني الا وانت معاك تاني. بص هنا 1 2 3. شفت الريست ديفنس ازاي؟ اول ما الكوره فقدوها الجزء التاني من الفرقه، لو تفتكر الهيكل الدفاعي الهجومي المنظم، التوازن بين الاتنين ازاي يتسبب انه ازاي استردوا الكوره تاني بسهوله. راجع حلقه الريست ديفنس وانت تفهم. بص انا يا دوب عملت 4 ثواني كانت الكوره اتقطعت تاني، رجعت اهو. هيبنوا لعب تاني، مفيش مشاكل، هيبتدي يستحوذ على الفرقه تاني. بص ده كذا مره، مش مره واحده. فعلشان نكرر تاني ونراجع، اهم حاجه زي ما انت شايف. بص تمام، اتقطعت على طول، هيضغط تاني ضغط فوري على طول. ما بتعديش الكام ثانيه تكون الكره مع يونايتد. فانت لو ضغطت اول كام ثانيه، انت مش بس تسترجع كورتك، لا انت تقدر تهاجم خصمك في مكان تقدر تجيب منه جون بسهوله، مكان خطر، عشان هو مش جاهز. يعني ما لحقش يرتب الخطوط بتاعته. زي ما انت شايف، بص التنظيم، بص مقفلين ومين الكومبريس عليهم ازاي، ومضايقين عليهم المساحات، خانقينهم. انت ملاحظ الكره بتتقطع قدام، فتلاقي اللي ورا جاهز، والكره لما ورا عايز يلعب لقدام، فاللي قدام جاهز ان حتى لو الكره جات له وفقدها هو جاهز يعمل ايه ويسترجعها في نفس المكان بتاعه كمان. فانت يعني عشان تنجح الكونتر بريس لازم تهتم ب3 عناصر. ال3 لعيبه زي ما قلنا اللي هيضيقوا زوايا التمرير على الخصم لاقطاعه بسرعه، وتكون جاهز للريست ديفنس، تكون جاهز لو الكوره اتقطعت ورجعت لك تاني تمام. وانك ايا كان ان ما عرفتش تمنع زوايا التمرير كمان من ال3 لعيبه اللي اقرب للكوره، فانت من الريست ديفنس بتمنع الباص النظيف او الكلير باس يكمل. فزي ما انت هتشوف هنا، بص التغطيه الدفاعيه على طول، بص جاهز على طول للكرة العالية، تغطية دفاعية تمام. بص الفرقة متقسمة ازاي بالظبط، زي ما تفتكر ريست ديفنس 5 و5، توازن دفاعي هجومي محترم. فيا صديقي، مش كل ضغط اسمه ضغط عالي، احيانا الضغط الاخطر بيبقى بعد غلطة،
وان الفريق اللي بيعرف يتعامل بعد فقدان الكرة بخمس ثواني هو الفريق اللي بيعرف يفرض شخصيته وهو الاخطر. فالفريق اللي بيعرف يضغط صح اول خمس ثواني هو الفريق اللي بيمنع المرتدة واللي بيعرف يحبس الخصم في منطقته. واتمنى يا اصدقائي اكون عرفت اوصل لكم المعلومة. كان معكم حازم وعبد القادر، اتنين بيحبوا يعرفوا الكرة بتلعب ازاي. سلام.